هادي مهيب ملقب بالمورفين او المورفو حتى لامبسي، هو رابور مغربي تزاد عام 1984 سلا، معروف بالميتافور وليكوتريب في التراكات ديالو. تزاد المورفين في سلا وتنقل ما بين بزاف ديال المدن في المغرب قبل ما يستقر في مراكش. في الاصل ديالو كان من نواحي مدينه ميدلت، تزاد في عائله مثقفه وقدر يكمل قرايته في كندا في مجال الاداره السياحيه. المسيره الفنيه ديال المورفين بدات عام 1998 فاش كان اللقب ديالو الاول لامبسي، وكان تيمارس الراب كهوايه وصافي، والتراكات ديالو ما كانوش منشورين كاع في الانترنت. حتى عام 2004 عاد فكر باش ينفتح على الجمهور ديالو، وفي عام 2006 غيدخل مع مجموعه ديال بيرانها لابو اللي كانوا فيها بزاف ديال الروابا ولاد سلا. المورفين الامبسي في ليطا ميتامورفوز، الرب بليا هو علاش عايش في هاد الكوسموس، ستيل هو ما غاديش نبدل الكبس بالكسكس. في عام 2010 تفارق المورفو مع هذه المجموعه ورجع تيغني بوحدو من جديد. المورفين عنده اكثر من 220 تراك في الراب. اول مشروع بدا به كان هو ماكسيميناتشيس عام 2006، وفي عام 2009 خرج ميكس تيب سميتو ناقوس فيه 9 ديال التراكات اللي عجب الجمهور ديالو بزاف، اللي خلاه يفكر يزيد يطور الخدمه ديالو اكثر، وخرج ميكس تاب جديد سميتو المورفين اللي فيه 9 ديال التراكات، وبعد منه ميكس تاب اخر سميتو التوتال وبابريركا. وفي السنوات الاخيره الالبومات اللي خرجوها يونيك تبعتهم السلسله من الاغاني المرقمه اللي سماها المورفينيه، ومن بعد هذا الشيء دار الالبوم اللي سميتو غالا في 2020، وفي هذا الاخير اللي كاع سمعناه اللي سميتو ياكين، وتيوجد الالبوم اخر سميتو اكسلسيور. واش انا اللي كتاب عليا نجي ولا انت اللي كتاب عليك تسمع الاكسجين اللي فيه شي بلان كليب اللي تيبوف. اشهر التراكات عند المورفين هو المورفينية 17، وعنده تراكات نالوا شهرة واسعة في الساحة الراب المغربي مثل السكري صالي والمورفينية 33 وكيل 2. فالمورفين معروف بالميتافور، وكاين اللي كيلقبوا بملك ديال الميتافور في الراب المغربي، اللي تيخلي الكتابه ديالو خاصها نوع من التركيز والتحليل والقرايه، وبالتالي الجمهور ديالو متشبت به. كيف ما معروف عليه انه ما تيديرش الفيديو كليبات وتيسجل التراكات ديالو مباشره من بعد ما كيكتبهم. فالجمهور ديال المورفين كان قليل في البدايه، ولكن بقى كيتطور. تتاسست عام 2015 مجموعه سميتها سكواد 2020 اللي جمعات لي فان ديال هذا الرابور. في 2020 كان بحال هذا العام اللي موعود كان من المفترض ينشر فيه المورفين الالبوم الشهير ديالو اكسلسيور، ولكن في الاخير ما قدرش ينشرو في هذا الاجل اللي خلى فيه الجمهور ديالو بزاف كيتسناو. وفي 2020 بدات عامه الشعب المغربي كتسمع المورفين، خصوصا من بعد ما بان في شي مقابلات صحفيه وقدرات الموسيقى ديالو توصل لعدد مشاهدات كبيره في اليوتيوب. وعام 2022 نشر المورفين الالبوم ديالو غالا في منصه سبوتيفاي، ولقى اقبال كبير، كيف ما معروف انه تيفضل يتواصل مع الجمهور ديالو في تويتر. فالمورفين اثر في المسيره ديال بزاف ديال الفنانه في المغرب بحال بوز فلو وحمزه 315 والرائد والنسيو وغيرهم، كيف ما غنى مع الروابا اخرين بحال الموتشو، وكلاشا بزاف ديال الروابا بحال بوز فلو الفرده وكلاس ا وحتى الموتشو. والمورفين معروف انه كيغبر بزاف، ومنين كيولي كيحط شي حاجه مفرقعه، ولكن في هذه الاخيره المورفين خبر على الموسيقى اكثر من عامين، الشيء اللي خلى تساؤلات كبيره عند الجمهور، رغم ان المورفين في هذه العامين الموسيقى ديالو كتسمع كل نهار وعندها شهره كبيره، لان المورفين عنده ستيل ديالو خاص، وداكشي اللي كيقول ما يقدر اي واحد يوصل له. خاصك تشوف ليريس وتقراهم بزاف د المرات باش تفهموا، والكلمات ديالو كتوصل رسائل للناس، الشيء اللي كيخلي الناس تبغيه، وانا من واحد من لي فان ديال المورفين. فالمورفين الكاريزما اللي عنده هي اللي مخليه محبوب عند الناس، خلص الشهره والفلوس وعايش حياته بحال اللي ما كاين والو، كاع الفرص اللي عنده خلاهم ومشى. هادشي اللي كيخلي تساؤلات وحيره علاش المورفين كيدير هكا. فالمورفين هو شخص غير متصنع وشخص عفوي وحقيقي الشخصيه، وما كيبغيش يفرض راسو او يشكرو، وانا كيعجبني المورفين اللي تقريبا جميع اغاني سامحهم. المهم كان هذا واحد الشرح مفصل على المورفين. نتمنى تخليو معكم واحد لايك في هذا الفيديو واشتراك في القناه الى فيديو اخر ان شاء الله.